يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ معانا دلوقتي نحل أسئلة الدرس الثالث. دي الأسئلة أصلا بتاعت كتاب الامتحان. أنا عارف إن الأسئلة بتقف معاك وأنت فاهم الشرح والدنيا تمام وزي الفل، بس بتيجي تحل بيقف معاك بعض الأسئلة، وده دوري معاك. أنت حضرتك طالع من إعدادي لثانوي، الموضوع بالنسبة لك مختلف تماما. فأنا دوري معاك هنا إن أنا أبدأ أعرفك وأبدأ أعلمك إزاي تحل الأسئلة. فركز معايا الله يكرمك. مش عيب إنك في الأول تغلط، مش عيب إنك في الأول تجيب صفر. الصفر دي هي انطلاقتك إنك تجيب درجات كويسة، بس اهم حاجه نتعلم من اخطائنا، وانا موجود معاك دلوقتي عشان اعرفك ازاي ما تغلطش ان شاء الله في اللي جاي. بيقول لك قابليه الماده للانسياب وعدم اتخاذها شكل ثابت. والله ديت احنا لما جينا اتكلمنا قلت عباره عن حاجه اسمها الموائع. يبقى الموائع دي هي قابليه الماده للانسياب وعدم اتخاذها شكل ثابت. ايه هي الموائع؟ المواد السائله والمواد الغازيه. يبقى انا عندي الموائع المواد السائله والغازيه. السؤال التاني ده سؤال هيغلط ناس كتير قوي قوي قوي. من وحدات قياس الكثافة؟ والله يا دكتور انا عارف ان هي عبارة عن جرام لكل ماشي سنتيمتر مكعب، او عبارة عن كيلو جرام لكل متر مكعب. حلو حلو يا دكتور زي الفل. بس استنى، انا قايل لك لكل يعني على الشرطة دي، يعني على لما تلاقي نقطة يا معلم معناها في. تعال بص على الاولانيه. هو انا قلت لك جرام في سنتيمتر مكعب؟ قلت لك لا، على مش في، يبقى دي غلط. عشان كتير اول ما يشوفها على طول هيروح يختارها. هي على مش في. دي حضرتك جرام على الملي متر. الملي متر؟ لا والله هي مش جرام على الملي متر، يبقى مع السلامه. كيلو جرام معناه، بص لما اجي اقول لك كيلو جرام، كيلو جرام في سنتيمتر اس سالب واحد، معناه ان انا قاسم عليها. يعني كيلو جرام على سنتيمتر. الكلام ده كلام رياضي. طب تعالى على اللي بعدها. جرام في لتر اس سالب واحد، معناها ان انا عاملها جرام لكل لتر. يبقى ديت بالنسبه لي صح. يبقى انت حضرتك انا ممكن اقيس وحدات قياس الكثافه هم ثلاثه. هم الثلاثه الوحدات لقياس الكثافه: جرام لكل سنتيمتر مكعب، او كيلو جرام لكل متر مكعب، او جرام لكل لتر. طب تعرف تكتب لي عندي ان الجرام لكل سنتيمتر مكعب؟ بص يا دكتور، مش انا قاسم الجرام على السنتيمتر المكعب؟ ايوه. ممكن اقولها والله جرام مضروب سنتيمتر المكعب، تطلعها فوق باشاره سالبه في سنتيمتر اس سالب 3. جدع. طب بص التانية ممكن نعملها ازاي عشان تفهم التانية. والله ممكن اقول كيلو جرام على المتر المكعب، او اقول والله كيلو جرام مضروب في متر اس سالب 3. طب هنا حضرتك هي عبارة عن جرام على اللتر، اللي هي هتساوي جرام في لتر اس سالب 1. حلوة الحتة دي، والسؤال ده يعني اكتبه عندك واكتب الوحدات اللي انا كتبتها عندك دلوقتي. تعال بص على السؤال اللي بعده. قال لي والله عندي هنا اسطوانتان مصمتتان من نفس المعدن، ولو ما بص طالما نفس المعدن يعني نفس الماده لا نفس الكثافه، لان الكثافه خاصيه مميزه للماده. قال لي والله بص، لو ما نفس القطر غيرت القطر، واحداهما اطول من الاخر ماشي، عند نفس درجه الحراره، الكثافه لنفس الماده ثابته عند نفس درجه الحراره، قولا واحدا يعني، فان الكميه المتساويه هي يا باشا الكثافه. طب تعالى على الكتله كده، والله واحد بقى اكبر من التاني يبقى الكتله تختلف. واحد بقى اكبر من التاني الحجم يختلف. واحد بقى اكبر من التاني الوزن يختلف. انما الكثافه خاصيه مميزه للماده. يعني انت لو جبت كوبايه واحده من البحر قد كثافه البحر، هي الكثافه هنا زي الكثافه هنا، الكثافه خاصيه مميزه للماده. طب نبص على السؤال اللي بعد. قال لي في تجربه لقياس مدى التلوث في حمام سباحه. انا خدت عينتين A وB. شباب اللي فاتح المايك يقفله، اللي فاتح المايك يقفله بعد اذنكم، اللي فاتح المايك يقفله. خدت عينتين A وB في نفس التوقيت من نفس حمام السباحه. بص انا خدت عينتين من حمام سباحه. طيب حضرتك طالما خدتهم من نفس حمام السباحه، يبقى انا عندي الكثافه بتاع ده زي الكثافه بتاعت ده، ماليش دعوه بقى بالحجم، ماليش دعوه بقى بالكتله. طيب يبقى انا عندي حجم الاولى 10 سنتيمتر مكعب،
الحجم الثانيه 40 سنتيمتر مكعب، فانه من المتوقع تكون نسبه كثافه الميه في العينه، اللي كثافه الميه في العينه حضرتك هياها والله. طب دي 10 ودي 40 يا دكتور، يا حبيبي قلبي مش هي نفس الماده؟ طالما نفس الماده تبقى نفس الكثافه 1:1. بيقول لي صب سائل عند درجة حرارة معينة داخل إناء اسطواني الشكل حتى وصل السائل إلى منتصف الإناء، وصل لمنتصف الإناء، وتم تعيين كثافة الرو اللي هتساوي الام على في. ام اللي هي ديت الكتلة، والفي ده اللي هو الحجم. يبقى أنا عندي بقول الرو بتساوي الام على الفي. الرو دي الكثافة، ام كتلة، الفي ده عبارة عن الحجم. فكانت الكثافة رو. فإذا صب مزيد من السائل عند نفس درجة الحرارة، قعدت أزود إيه اللي هيحصل للكثافة؟ الكثافة ثابتة لنفس المادة عند نفس درجة الحرارة. زودت قللت مش فارقة معايا والله، الكثافة ثابتة يا ابني لنفس المادة عند نفس درجة الحرارة. يبقى أنت حضرتك ليملأها تماما. يبقى أنا بص، فإذا صب مزيد من السائل عند نفس درجة الحرارة ليملأ الإناء تماما، والله نفسها نفس الكثافة يا حبيبي، الكثافة مش هتتغير. يبقى الكثافة برضه هتفضل رو. اول 5 اسئله حلتهم، فيهم اسئله صعبه يا اولاد، فيهم صعوبه بالنسبه لكم. في حد مش فاهم حاجه فيهم؟ حد عايزني اعيد له حاجه فيهم؟ شباب سامعيني اصلا؟ تمام يا مستر تمام. حد مش فاهم حاجه فيهم؟ اللي مش فاهم حاجه يفتح المايك عادي ما يتكسفش، انا موجود معاك هنا علشان نبدا نفسر مع بعض الاسئله، وعشان ابدا افهمك انا ببدا احل السؤال ازاي. حد مش فاهم حاجه؟ عم عمر الدنيا تمام؟ ست بسمله اللي كنت بترن عليا قبل اللايف، الدنيا تمام؟ افتحوا يا اولاد وردوا عليا، ما تحسوش. تمام يا مستر. مش فاهمة بتاعت الجرام تاني، ليه السؤال التاني؟ السؤال التاني، تعالى يا ست الكل صلى على رسول الله. قولي لي الوحدات بتاعت قياس الكثافه كده ايه؟ ايه؟ قولي لي وحدات قياس الكثافه. آم، كيلومتر لكل كيلو. كيلومتر ازاي؟ كيلو جرام لكل متر مكعب، او ايه؟ او جرام لكل سنتيمتر مكعب، او جرام لكل لتر. انا قايل الثلاثه دول. طيب بص يا ست الكل، كل الحكايه رياضه. ده لا الشرطه دي معناه ان انا قاسم عليها، لما تلاقي النقطه دي معناه ان انا ضارب الاثنين في بعض. طب تعالي كده، معنى ان انا حضرتك عامل كده، يبقى كيلو جرام قاسمها على المتر مكعب. طب انا لو عايز احول القسمه لضرب هخليها بالسالب، يبقى انا عندي كيلو جرام ضارب في المتر المكعب، بس انا طلعتها فوق يبقى احط سالب اهي. طيب اللي بعدها كده جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب انا عايز بص يا ست الكل احول عندي هنا الجرام بتاعي ده، الجرام ده اهو، عايز بصي السنتيمتر المكعب ده اطلعه فوق، عايز اضرب، حطيت نقطه اهي. فين؟ بص تعالى كده، حطيت والله نقطه اهي يا دكتور. عم تعالى، حطيت نقطه عشان اضرب في سنتيمتر مكعب، عشان اطلعها فوق والله هضرب في السالب، هحط سالب في القص. طب تعالى كده على الجرام على اللتر، والله انا عامل جرام في اللتر، والله طلعتها فوق حط السالب، في حاجه جنبها لا يبقى -1. فهمتيها كده؟ اه تمام. طيب على فكره ده دورنا معاكم في الحصص بتاعت اللي هي اللايفات دي، والله مهمه جدا 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 ومفيده جدا جدا جدا. تعال نبص، تعالى بينا نبص معايا. لا حول الله يا رب، لحظه كده عشان اللايف بيقطع. طيب ده دورنا معاكم في الاسئله بتاعت اللايفات يا اولاد، او الكلام ده كله عشان افسر لك وتبدا تفهم معايا. نبص معايا على ال5 اسئله اللي بعدهم. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الكثافه للميه النقيه والكتله عند نفس درجه الحراره. بص قال لي عند نفس درجه الحراره، انا مثبت درجه الحراره، يبقى الكثافه مش هتتغير، الكثافه ثابته. فين العلاقه فيها الكثافه ثابته؟ والله هنا الكثافه بتزيد مع السلامه،
طب تعالى في رقم 2 كده يا دكتوره، بص معايا كده. قال لي في رقم 2 الكثافه بتقل مع السلامه. والله هنا الكثافه ثابته، يبقى اختارها يا دكتور. طب حلو. اذا علمت ان الكثافه النسبيه للزئبق اكبر من الكثافه النسبيه للكحول. حلو. عند نفس درجه الحراره فان كتله 1 سنتيمتر مكعب من الزئبق، يعني بيقول لي عندي هنا فان كثافه الزئبق ماشي الى كثافه الكحول هتساوي ايه؟ يبقى عايز اشوف كثافه الزئبق على كثافه الكحول، مين اللي اكبر؟ قال لي والله الزئبق اكبر. الاكبر على الاقل، فهي هتدينا والله الاكبر عندي هنا دكتوره. يبقى كثافه الكبير على الصغير هيدينا حاجه كبيره، يبقى اكبر من الواحد زي ما انت حضرتك شايف. تعال بينا نبص معايا على السؤال اللي بعده، يلا بينا. قال لي كميتان مختلفتان من الماء النقي تم قياس درجه حرارتهم باستخدام ترمومتر زي ما انت حضرتك شايف. تكون المسافات البينية أكبر فين؟ بص 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 بص، درجة الحرارة هنا كام يا عم؟ قال لي والله 5 سيليزيوس. قال لي درجة الحرارة هنا كام يا عم؟ 20 سيليزيوس. فاكر لما أنا جيت قلت لك رفعت درجة الحرارة يا دكتورة، المسافات البينية تبقى أكتر. يبقى كل ما تزيد المسافات البينية، كل ما تكون، كل قصدي لما تزود الحرارة كل ما تزيد المسافات البينية. يبقى انا كل لما ازود الحراره كل لما ازود مسافات بينيه. مين الحراره اعلى؟ 2. يعني مين مسافات بينيه عنده اعلى؟ 2. يعني في الشكل 2 المسافات البينيه هتكون اعلى، لان زودت درجه الحراره. بيهربوا بيبعدوا عن بعض يا حبيبي. طب بيقول لي عند وضع هيدرومتر في مخبار مدرج به سائل كان السطح الحر يقابل العلامه اكس. يعني القياس عند العلامه اكس عندي والله. فإذا أضيفت كمية من نفس السائل، طالما ضفت من نفس السائل يعني نفس الكثافة يعني مش هتتغير. نفس السائل يعني نفس الكثافة مش هتتغير. طيب فإن السطح الحر والله يظل عند العلامة إيه؟ واخد بالك يا قلبي؟ واخد بالك؟ أنا عمال بحل معاك وبفهمك الأسئلة. أنت لو جيت تحل مع نفسك الأسئلة دي في أول مرة هتلاقي إن الموضوع صعب بالنسبة لك. بعد ما أنا أحل معاك هتلاقي لا، ده أنا بقيت أفهم الدرس، بدأت أفهمه أكتر. تعال بص معايا الثلاثة اللي جايين دول. قال لي 3 أواني زجاجية يحتوي كل منهم على سائل استخدم هيدرومتر لقياس كثافة السوائل، فكان وضعه عند الاتزان كما بالشكل. باشا، عايز ترتب تبعا للكثافة، مين اللي الكثافة فيهم أعلى؟ فاكر لما أنا جيت قلت لك أنا عندي الهيدرومتر أهو فوق القراية الأقل تحت القراية الأعلى؟ قلت له يعني فوق قراءة أقل تحت قراءة أعلى. مين اللي تحت؟ قلت له ده هو اللي تحت يا معلم، هو اللي قريب من تحت، يبقى ده أعلى كثافة. طب مين أكتر واحد فوق؟ قلت له والله ده اللي هو رقم 3، يبقى ده أقل كثافة أقل كثافة. طيب يبقى 2 هو اللي في النص، يبقى مين أعلى كثافة؟ 1. يبقى 1 هو أعلى كثافة. يبقى أنت حضرتك 1 هو أعلى كثافة، بعد كده 2، بعد كده 3. 1 2 3 1 2 3. احنا ما سمعناش حاجة. مش سامعة يا ست الكل؟ إيه اللي ما سمعتهوش؟ إيه اللي أنت مش سامعاه؟ ها يا دكتور؟ إيه اللي أنت مش سامعاه؟ ما أنا بكلمك أهو، قولي. من عندك انت النت يا حبيبتي. عندي 3 اواني، هقول تاني 3 اواني بيحتويان على سائل. استخدمت هيدرومتر عشان اقيس كثافه ال3 سوائل اللي موجودين عندي. بصي اهو الهيدرومتر، القراءه اللي تحت في المايك بقى عشان ما يعطلش زمايلي. اللي تحت اعلى كثافه، اللي فوق اقل كثافه. يعني القرايه اللي الاقيها تحت والله ده اعلى كثافه. طب تعال، مين فيهم اللي تحت؟ رقم 1 بص عليها كده، دي اللي تحت، يبقى دي اعلى كثافه. طب بص على رقم 3 والله ده فوق، ده اقل كثافه. يبقى مين اعلى كثافه؟ اللي قريب من تحت، لان كل ما تنزل لتحت كل ما الكثافه بتزيد. يبقى انت حضرتك لما تيجي ترتبهم 1 2 3. في حد واقف معاه اسئله في اللي فاتوا دول؟ ها اللي واقف معاه اسئله يقول. قولي، مين اللي واقف معاك؟ السؤال ده
السؤال ده علشان انا ما سمعتش حاجه، الشبكه كانت بتقطع هنا قوي. والله قلته مرتين يا ست الكل تاني. حاجة، معلش انا في الهيدرومتر فوق القراية أقل ولا أعلى؟ أقل. طب وتحت القراية؟ أعلى. اعلى. أنا مش عايز حد فاتح المايك تاني غيرها، هتبوظلي الصوت. كله يقفل المايك. يبقى أنت حضرتك القراية اللي تحت دي هي القراية الأعلى، الأعلى كثافة. طب القراية اللي فوق خالص هي الأقل كثافة. يبقى أنا عندي هنا تحت أعلى كثافة، فوق أقل كثافة. تمام؟ لأن كل ما أقرب من تحت كل ما الكثافة بتزيد، كل ما أقرب من فوق كل ما الكثافة بتقل. فلما أراجع أرتب الأشكال دي تبعا للكثافة هتبقى 1 2 3. ده عندنا أعلى كثافة، ده أقل كثافة، ده اللي في النص بينهم. طيب حد واقف مع أسئلة تاني في اللي فات؟ بس انا سؤال رقم 9. تعالى يا ست الكل، والله عندي هنا السؤال رقم 9. قال لي أنا عندي هنا سائل في عندي هنا هيدرومتر حطيت كمية من نفس السائل. هو أنا لما أحط نفس السائل هل انا غيرت الكثافه؟ لا، ما هي نفس الكثافه. طالما نفس السائل ما يتغيرش الكثافه. لو حطيت سائل تاني يتغير كثافه. طالما نفس السائل عند نفس درجه الحراره ما يتغيرش الكثافه. طالما حتى لو غيرت حجمه وحتى لو غيرت كتلته مش هيتغير طالما نفس السائل عند نفس درجه الحراره. تمام ست الكل؟ تمام. حد عنده اسئله تاني في اللي فات؟ انقل على اللي بعده. حد عنده اسئله في اللي فات؟ يا شباب، حد عنده اسئله في اللي فات؟ حد عنده اسئله في اللي فات ولا ننقل على اللي بعده؟ ننقل على اللي بعده. يقول لي كده السؤال السابع. الثامن. السابع. السابع. حاجه قال لي عندنا كثافتين، كثافه الزئبق على كثافه الكحول. مين اللي اكبر؟ الزئبق اكبر اهو. فانت حضرتك النسبه بينهم يبقى الزئبق اكبر بس. طيب تعال ندخل بعد كده على السؤال رقم 11. قال لي وضح الشكل اناءين متماثلين احداهما به ماء نقي والاخر به سائل، واحد في ميه نقيه والتاني في سائل، فاذا كانت كفتا الميزان متزنتين عند مستوى افقي واحد. يعني والله ده نفس الكتله هي نفس الكتله، ولكن لما تيجي تبص على الحجم هنا الحجم اقل. يبقى الكتله زي بعض واحد اهي، والتاني عندي هنا الكتله زي بعض ولكن عندي هنا الحجم اقل، ولكن الناحيه التانيه الحجم والله اعلى. طب بص، كتله والحجم اقل، يبقى انت حضرتك لما تيجي توصفها كتله على حجم يبقى انا عندي هنا بص الكثافه عكس مع الحجم، يبقى هنا كثافه اعلى. طب تعالى بص هنا انا زودت الحجم يبقى انا عندي كثافه اقل. الله يا دكتور، الله الله الله، الله العظيم انت بتقول الحكم. يبقى فإن الكثافه النسبيه للسائل. يعني ايه كثافه نسبيه؟ كثافه الماده على كثافه الميه. يبقى انا شايف ان الماده اللي هناك دي اللي هي السائل اقل وان الميه اعلى. يبقى انا عندي والله هتبقى اقل على الاعلى هتبقى اقل. يبقى انا عندي هنا هتبقى اقل من الواحد الصحيح. سؤال حلو، سؤال متفوقين، سؤال عايز يلف بدماغك. انا جبت عندي والله هنا الكتله قد الكتله ولكن الحجم في السائل 2 اكبر، الحجم في السائل 2 اكبر والحجم في السائل 1 اقل. يبقى انت حضرتك دلوقتي احنا خلاص طالما الكتله قد الكتله يبقى احنا هنيجي نشوف الحجم. الحجم هنا قليل والحجم هنا كبير، يبقى الحجم القليل عنده كثافه اعلى، الحجم الكبير عنده كثافه اقل، وهات النسبه بينهم الماده على الميه يبقى اقل من الواحد الصحيح. فبالتالي هو هيطفو فوق الميه. نيجي نبص معايا السؤال رقم 12. بيقول لي عندنا يا شباب السؤال رقم 12 في الشكل المقابل يوضح 3 سوائل. مستر معلش عيد رقم 11 تاني. لما اخلص ال 15 سؤال. لا تختلط ببعضها موضوعة في إناء واحد. فإذا كانت الكثافة النسبية يبقى أنا عندي فإن الكثافة النسبية لإكس الواي والله ده كثافته نزل لتحت يبقى ده الكثافة أعلى.
ده والله اكس ده طالع لفوق، يبقى ده الكثافه اقل. هو عايز مين على مين؟ اكس على واي. يبقى ده الاقل وده الاعلى. اقل على الاعلى هتبقى عندي اقل على الاعلى هتبقى ايه؟ اقل. يبقى انت حضرتك جيت بصيت على الكثافه قلت لي والله واي ده اعلى واكس ده حضرتك اقل. يبقى انت هتيجي تجيب الاكس على الواي اقل على الاعلى، هيبقى اقل من الواحد الصحيح. تعال بينا نبص على السؤال رقم 13. اذا كانت كثافه الزيت عندك دلوقتي 800 جرام لكل لتر، يعني حضرتك دلوقتي لا عباره عن كيلو جرام لكل متر مكعب، هي يعني. طيب فإن وحدته بالكيلو جرام لكل متر مكعب، يبقى أنت عايز تجيب دلوقتي الوحدة بتاعته بالكيلو جرام لكل متر مكعب، هي ال 800. هي ال 800. إنما بالجرام لكل متر مكعب والله لا، هروح أقسم على 1000. هروح أقسم على مين؟ على ال 1000 يا دكتورة. فلما تقسم على 1000 هتبقى 8 من 10. يبقى أنت حضرتك هتبقى كام؟ 8 من 10. 8 من 10 أهي يا دكتور، مش 800 برضه، تبقى 8 من 10. يبقى انت حضرتك لان الجرام لكل لتر، الجرام يا شباب لكل لتر بيساوي الكيلو جرام لكل متر مكعب. بص على الشكل المقابل يوضح قياس الكثافة النسبية لعينة من سائل. فإذا علمت أن كثافة المية 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، حلو زي الفل. فإن كثافة السائل، بص والله أنا جبت الكثافة النسبية، حط لي القانون الكثافة النسبية بتساوي كثافة المادة على كثافة المية. طيب كثافة المية حضرتك بكام يا معلم؟ قال لي والله 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بس الوحدات دي بالكيلو جرام. يعني المية والله 1000 كيلو جرام لكل سنتيمتر مكعب. والكثافة النسبية بتاعته كام هنا يا معلم؟ قال لي والله لما جيت بصيت على الكثافة النسبية لقيت حضرتك زي ما هو واضح قدامي عندي هنا 58 من 100. يبقى انت حضرتك هنا 58 من 100 بتساوي المادة على 1000. تعرف تجيب طرفين في وسطين؟ أيوه. يبقى 1000 في 85. 1000 في 85 من 100 على الواحد اللي هي كثافة المادة، اللي هي تطلع يا باشا 850 أهي. 850 كيلو جرام لكل متر مكعب. تعال نشوف السؤال اللي بعده يا دكتور. بيقول لي في الشكل المقابل اللي قدامنا ده يوضح مكعب مصمت طول ضلعه 2 سم مكعب. باشا انت عارف ان الحجم بيساوي ايه؟ قال الحجم والله بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. يبقى الحجم بيساوي طول في عرض في ارتفاع. فلما جيت بصيت لقيت والله ان القراءة كده. طب تعال نشوف الاول كده هيبقى كام. الحجم الطول في العرض في الارتفاع 2 في 2 في 2، يبقى انا عندي 2 في 2 في 2. الغبي اللي هيقول لي 6 دلوقتي. والله 2 في 2 في 2 ب 8 سنتيمتر مكعب. حلو يا دكتور. وكانت القراءة على الميزان 21 جرام، 21.6 من 10 جرام. فإن الكثافة، باشا أنا عارف إن الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. جيت بصيت على الكتلة لقيتها كام؟ 21.6 من 10 على 21.6 من 10 على 8. حد يجيب لي بالآلة الحاسبة كده يلا. حد يجيبها لي بالآلة الحاسبة كام؟ 21.6 من 10 على 8 على الحاسبة يلا يا شباب. 21.6 من 10 على 8. هو جيب التليفون، حد يحسبها بسرعة على التليفون اللي معاه. يلا يا رجالة يا جدعان. نقوم نجيب التليفون. ايه؟ 2.7 من 10. جدع. يبقى طلعت عندي هنا ب2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يبقى انا حسبتها لقيتها كام؟ 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هنا متداري بالكيلو جرام. عشان احول بس من الجرام للكيلو جرام لكل متر مكعب بتعمل ايه؟ بضرب في 1000. يبقى بضرب في كام؟ بضرب في 1000. يبقى 2.7 في 1000 هتبقى بكام؟ هتبقى 2700. انا عارف ان الخمس اسئله دول ناس كتير هتبقى عايزين اعيد منهم حاجه. اللي عايزني اعيد حاجه يقول اللي في نفسه حاجه يقول من اول السؤال رقم 11. سؤال
14. تعالى يا باشا على السؤال رقم 14. باشا، انت عارف القانون بتاع الكثافه النسبيه صح؟ القانون بتاع الكثافه النسبيه. القانون بتاع الكثافه النسبيه هي كثافه الماده على كثافه الميه. فانا حضرتك والله دلوقتي جيت جبت كثافه الماده على الميه اللي هي معلم 1000. فلما جيت بصيت لقيت ان الكثافه النسبيه لما جيت قريت اهو قال والله 85 من 100. يبقى جيت حطيت 85 من 100 بتساوي كثافه الماده على كثافه الميه اللي هي 1000. طرفين فاصلتين يا قلبي. يبقى حضرتك الماده بتساوي 85 من 100 في 1000 على الواحد. تمام؟ طرفين فاصلتين. اقول لك حاجه حلوه. اقول لك حاجه حلوه. مش عايز احسبها كده يا دكتور، انا لقيتها 85 من 100. الكثافه النسبيه بتساوي الماده على الميه. هات ال 750 كده على ال 1000 مش هتطلع والله 85 دي. هات ال 800 على 1000 مش هتطلع 85. هات ال 850 على ال 1000 تطلع 85 من 100 صح. حد عنده اسئله تاني هنا؟ حد عنده اسئله تاني؟ يا دكاترتنا شباب. 13. 13. تعالى يا ست الكل. بص يا دكتور، الجرام لكل لتر بيساوي الكيلو جرام لكل سنتيمتر مكعب. تمام؟ طيب انا حضرتك عندي هنا الواحد جرام لكل متر مكعب. انا اسف، كيلو جرام لكل متر مكعب. طب انا عندي الواحد جرام لكل سنتيمتر مكعب ده بيساوي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، اللي هي برضو هتساوي 1000 جرام لكل لتر. يبقى انت حضرتك لما يقول لي الزيت بوحدة الجرام، اللي فاتح المايك يقفله، ال 800 جرام لكل لتر دول همهم ال 800 جرام همهم ال 800 كيلو جرام لكل متر مكعب. هي لو جيت قسمت على الاقل 8 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. تمام؟ فهمت يا دكتوره؟ طيب. ايوه تمام. طب حد عنده اسئله تاني في الجزئيه دي؟ حد عنده اسئله تاني في الجزئيه دي قبل ما انقل على اللي بعده؟ ايه؟ حد عنده اسئله تاني قبل ما ننقل على اللي بعده؟ بص ممكن 16. ما لسه بداتش 16 يا حبيبي، ما قلتوش. طيب يلا بينا، كله يقفل المايك يلا تاني. كله يقفل المايك. يلا بينا بسم الله. تعال نكمل معايا. لما اجي اكمل معايا بيقول لي معلش 11. 11 يا باشا. بص صلي على رسول الله. انا جيت بصيت قال لي والله الاثنين نفس الكتله، يعني الكتله ثابته. تمام؟ الحاجه اللي هتتغير هي الحجم. باشا ده حجمه اقل، اللي حجمه اقل يبقى كثافه اعلى. كثافه اعلى. ده حجم عالي يبقى ده كثافه اقل. حلو دكتور، انا جبت عندنا الكثافه الاقل على الكثافه الاعلى، قسمت الاثنين على بعض على الكثافه الاعلى، يبقى تبقى الاقل على الاعلى تبقى اقل من الواحد الصحيح. تمام؟ حد واقف مع حاجه قبل ما انقل على اللي بعده؟ طيب ننقل على اللي بعده. بيقول لي الشكل المقابل يوضح تجربه، كله في بال المايك، يوضح تجربه لتعيين الكثافه للسائل. فان كثافه السائل تساوي الله 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 الله. جيت بصيت على المخبار وهو فاضي لقيته 200 جرام، وهو فاضي لقيته 200 جرام، وهو مليان وهو به سائل لقيته 220 جرام. يعني السائل ذات نفسه، السائل ذات نفسه الكتلة بتاعته، الكتلة هتجيب المليان ناقص الفاضي، يعني 220 ناقص ال 200 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 20 جرام. يبقى دي الكتلة.
طيب والله يا دكتور لما جيت بصيت على الحجم لقيته 25 سنتيمتر مكعب اهو. اتعرفت ازاي؟ في المخبار، قراءة المخبار اهو. قراءة المخبار والله عندي 25 اهو. يبقى انا عندي جيت بصيت على الحجم يا دكتور، على الحجم لقيته، اللي فتح المايك يقفله، 25 سنتيمتر مكعب. يبقى انت حضرتك دلوقتي الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. الكتلة كام يا دكتور؟ الكتلة والله عندنا 20، والحجم كام يا دكتوراه؟ الحجم 25. 20 على 25 كام يا رجالة؟ يلا الحاسبة على طول، الحاسبة. 20 على 25 تقريبا فيها 8 من 10، 8 من 10، 8 من 10 صح؟ 8 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هو في جرام لكل سنتيمتر مكعب في الاختيارات؟ قال لي لا، ده في كيلو جرام. طالما في كيلو جرام يبقى هتضرب عندي هنا في 1000. يبقى انا عندي 8 من 10 في 1000 اهو يا دكتور. ال 8 من 10 في 1000 هتطلع ب 800 اهي يا دكتور. حلو جدا جدا جدا، الموضوع سهل وبسيط لما انا ببدا احل معاك وافهمك. انما انت خد حل لوحدك اقسم بالله ما هتعرف تحل. تعالى هنا نبص معايا على السؤال اللي بعده. الله، بص يا ولاد، الاسئله بتاعت اللي هي الجزئيه اللي انا موجوده قدامك دي، عشان بس حضرتك تبقى عارف، والله ما يجي في الامتحان اسئله بالصعوبه دي. اسئله الامتحان هتبقى اسهل من كده بكتير ان شاء الله. بس احنا بندربك على الاسئله الصعبه عشان تحل الصعب وبعد كده السهل بالنسبه لك يبقى سهل. بيقول لي سوائل، 3 سوائل قدامي هنا اهو، اكس وواي وزد. اخدت منها عينات مختلفه، والشكل البياني يمثل العلاقه ما بين الكتله والحجم. فان الترتيب بتاع الكثافه، والله العظيم علوم ثالثه اعدادي. بص يا ابني، هتجيب الاسلوب اللي هو الميل، هتجيب الميل بتاعهم. فاكر الميل؟ اللي هو الميل يا باشا عندي هنا، بص ايه اللي موجود هنا على اللي هنا. الميل يا باشا عندي هنا الام على الفي اللي هي كتله على حجم. يعني انت الميل ده بيساوي ايه؟ كثافه يا معلم. بص اللي تلاقيه قريب من هنا، اللي تلاقيه قريب من الكيلو جرام، يبقى الكثافه بتاعته اعلى. يبقى اللي تلاقي الميل بتاعه اعلى، اللي تلاقيه قريب من الكيلو جرام، اللي تلاقيه قريب من هنا، يبقى ده كثافته اعلى. يبقى اكس كثافته اعلى، وبعد كده والله واي، وبعد كده والله زد. يبقى اكس واي زد. يبقى انت حضرتك عندك اكس، بعد كده واي، بعد كده زد. اكس اكبر مش اقل، مش بيساوي، اكس اكبر والله، بعد كده واي، بعد كده زد. الله يكرم السؤال ده ملوش علاقه باللي احنا واخدينه خالص. السؤال ده بيختبر علاقتك الرياضيه. والله انت بيدرس، انت شوف عامل رياضه، عامل في الرياضه ايه. بيدرس السؤال ده والله ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي لما كان بيجي يقول لك، فاكر اللي هو كان بيجي يقول لك مثلا ايه، عايز السرعه، عايز مثلا العجله، الكلام ده كله كنت بتجيبها بالطريقه دي. طيب نيجي نبص معايا على السؤال اللي قدامنا اللي بعده يا دكتوره. اي من الاشكال اللي قدامنا التاليه يمثل علاقه ما بين الحجم لعينات ماء نقي، كثافه، الكثافه بتاعته 1000 كيلو جرام، والكتله بالجرام. هو النت شكله علق عند الشباب، اللايف شكله معلق. بص نطلع وندخل تاني عشان هو ايه، النت شكله علق. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا شباب، النت اللايف كان علق فانا قفلته وفتحته تاني. يلا بينا بسم الله. بيقول لي اللي قدامنا ده يا شباب، اي من الاشكال البيانيه يمثل علاقه ما بين الحجم بالسنتيمتر مكعب لعينات من ماء نقي كثافته 1000 كيلو جرام ميه يابا، والكتله بالجرام. باشا يبقى انت عايز والله، بص كتله على حجم بتساوي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يعني عندي عايز الاثنين يكونوا قد بعض والله. لو ده 30 يكون ده 30 عشان يبقى واحد، عشان يبقوا قد بعض يا معلم. انهي دي تنفع؟ 30 و90 ما تنفعش، 25 و50 ما تنفع، 10 و10 اوكي يا ابني اهي، 101 لا، لان حضرتك قاسم مين؟
كتلة على حجم، 10 على 10. تمام يا دكتورة؟ تمام يا حبيب قلبي. عشان تيجي تعرف ايه الكثافة. الشكل المقابل يمثل أبعاد جسمين مصمتين لهما نفس الكتلة، فأي الجسمين كثافة مادته أكبر. تعالى بيقول لي عندي هنا أبعاد لهم نفس الكتلة، يعني الكتلة قد بعض. يعني نشوف الحجم فيه. والله الطول في العرض في الارتفاع 2 في 4 ب8 في 3 2 في 4 في 3 2 في 4 ب8 في 3 ب24 سنتيمتر مكعب. 2 في 2 ب4 في 5 ب20 سنتيمتر مكعب. والله هنا بص هنا الحجم أعلى. طالما الحجم كبير يبقى الكثافة أقل. طب هنا عندنا الحجم أقل، يبقى أنا عندنا الكثافة أعلى. يبقى في أي الجسمين كثافته أكبر إيه؟ إيه هو اللي هيكون الكثافة بتاعته أكبر؟ لأن الحجم بتاعه أقل. في الشكل المقابل يا شباب يوضح 4 مخابير. تمام. A و B و C و D بكل منهما سائل، ومسجل أسفل كل مخبار كتلة هذا السائل. والله ده 100 كيلو، 100 جرام، 100 جرام، 80 جرام، 80 جرام. فإذا كان جميع المخابير موجودة في غرفة لها نفس درجة الحرارة، فأي المخبارين اللذان يحتويان على نفس السائل. بص يا ابني، هنجيب الكثافة، واللي الكثافة قد بعض يبقى هي نفس السائل. والله 100 على 100 اهي، بص 100 سنتيمتر مكعب والجرام. يبقى انت حضرتك هتجيب كتلة على حجم 100 على 100، يبقى والله 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب اللي بعدها قال لي والله 80 وهنا 100، والله يبقى 100 على 80 مش زي التاني، يبقى سي ودي مش زي بعض. طب تعالى اللي بعده، قال لي والله اللي بعده ده عندنا بص 80 جرام على 100 سنتيمتر مكعب، 80 على ال 100 مش زي حاجة من اللي فاتوا. طب تعالى اللي بعدها، اللي بعدها قال لي والله بص هنا 80 جرام وفوق هنا 80 سنتيمتر مكعب، 80 جرام على 80 سنتيمتر مكعب، يبقى 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يعني ايه زي دي؟ طالما ايه زي دي لهم نفس الكثافة يبقوا نفس السائل. طالما لها نفس الكثافة يبقى نفس السائل، يبقى انا عندي ايه ودي زي بعض يا دكتور. فيها صعوبة يا شباب ولا الدنيا تمام؟ ها؟ طيب زي الفل. حد واقف مع حاجة في اللي فات؟ سؤال 18 كده. تعالى يا قلبي، بص يا قلبي، بيقول لي عندنا عينة ماء نقي. ماء نقي يعني 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. مين اللي تقسمه على التاني يبقى واحد؟ 30 على 90 على 30 واحد؟ لا. 50 على 25 واحد؟ لا. 10 على 10 واحد؟ ايوه. 1 على 100 واحد؟ لا. يبقى 10 على 10 طلعت بواحد. حد عنده اسئله تاني؟ تمام. ايه؟ مستر 17 رقم معايا. باشا انت بتجيب الاسلوب يعني ايه؟ اللي قريب، يعني بتجيب الميل بتاعه. اللي قريب من الكتله يعني الكتله بتاعته اكبر. ده كتلته اكبر يعني كثافته اعلى. كتلته اقل شويه يعني اقل. ده كتلته اقل خالص يبقى كثافته اقل خالص. فانت بنجيبها بنسهلها اللي هو ايه؟ اللي قريب من الكتله، اللي قريب منها يبقى هو اعلى. تمام؟ تمام. مصر سؤال 19. نعم. بنجيب عندنا الحجم، ماشي، لان قال لي الكتله واحده، فبنجيب الحجم. اللي حجمه كبير اللي حجمه كبير كثافته اقل. يبقى انا عندي والله جبت الحجم هنا طول في العرض في الارتفاع، والله حجم كبير يبقى كثافه اقل. هنا حجم اقل يبقى كثافه اعلى. هو عايز مين؟ اللي كثافته اكبر، يبقى اللي حجمه اقل. تمام معايا ولا ايه الدنيا؟ ايوه مستر تمام. على فكره الحوارات اللي انا عمال بتكلم فيها من الصبح دي ده رياضه. فانت لو الدنيا معاك في الرياضه مش احسن حاجه، فهتبقى الدنيا معاك مش احسن حاجه. فانا داخل اصلا في اللايف علشان نحاول نفهمك. لو انت في حاجه واقفه معاك نوضحها اكتر واكتر، وان شاء الله تطلعوا الدرس بالنسبه لك يبقى ميه بعد بعد الكلام اللي انا عمال بقوله. بص معايا، قال لي يلا بينا تصل كثافه الميه النقيه لاقصى قيمه ليه. الله على السهل يا معلم اللي احنا كنا عمالين نقوله. تعالى يا معلم هنا 4 درجه مئويه
1 جرام لكل سنتيمتر مكعب اللي احنا مثلناه في الحصه يا شباب. يبقى انت حضرتك هتبقى انهي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب على عند 4 درجه مئويه. تعالى اللي بعده، بيقول لي كثافه الميه النقيه عند درجه حراره 4 مئويه. الوحده الدوليه يا اولاد هي عباره عن كيلو جرام لكل متر مكعب. هي هتبقى عباره عن ايه؟ 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. هتبقى عباره عن ايه يا شباب؟ 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. تقول لي طب ما 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب صح، بس مش الوحده الدوليه. الوحده الدوليه هي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. بيقول لي اي الاشكال البيانيه اللي قدامنا دي تمثل تغير كثافه الماء النقيه عند درجه الحراره. حبيبي حط الاربعه عندك هنا، اعلى بتقل واقل بتقل. فين يا ابني؟ تعالى كده بمنحنى. يبقى انت حضرتك الكثافه ودرجه الحراره عند 4 مئويه بتقل وبتقل. طب تعالى انهي اللي هتعبر عن العلاقه ديت يا دكتور. هي احنا رسمناها كده في الحصه؟ لا. رسمتها انا كده في الحصه معوقه كده؟ لا. رسمتها كده يا معلم. ايوه صح. مين الجدع اللي يقول لي دي العلاقه اللي بتمثل ايه؟ شيل الكثافه كده يا اسطى، اللي عكس الكثافه الحجم. جدع. يبقى لا, لا. جدع، برافو عليك. ما الذي يحدث لجزيئات الماء النقي عندما تنخفض حرارته؟ بص 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 اهو. شوف 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 4 مئوية. انا جيت قللت حرارة. يعني قللت كثافة. طب لما تقلل الكثافة يعني تعمل ايه للحجم؟ يعني زودت الحجم. طيب حلو. طالما زودت الحجم يبقى التقارب من بعضها؟ لا يابا، انا زودت حجم يعني بعدتهم عن بعض. ايوه تظل زي ما هي؟ لا يقل حجمها. لا ده انا زودت الحجم. وضعت كمية من الماء عند درجة حرارة 3 مئوية في مجمد التلاجة يعني فريزر، يعني هتقل الحرارة هتوصل ل0. فإن كتلة المية باشا، الكتلة ما بتتغيرش، الكتلة كده كده ثابتة. يعني الكتلة مش بتتغير، يعني الكتلة لا تتغير لا تتغير. اللي يقول لك تزداد مع السلامة تزداد مع السلامة. أنا عايز أشوف بقى دلوقتي حجم. باشا أنا عملت إيه؟ الحجم إيه؟ الحجم حصل له في الفريزر، زاد الحجم وهو في الفريزر. يبقى أنا عندي الحجم يزداد. تمام يا شباب؟ تمام. اظن الاسئله اللي فاتت دي كانت سهله ما فيهاش حاجه يعني، اللي احنا قلناها الخمسه اللي فاتوا دول، واللي فيهم صعوبه عند حد. تمام. طالما الدنيا علوم متكامله واللي احنا بنشرحه ملوش علاقه بالرياضه، انا مطمن عليكم. اتحط في الرياضه انتوا بتهنجوا. الحمد لله عدينا الجزء بتاع الرياضه، يبقى انتوا خلاص الحمد لله. بيقول لي عند رفع درجه الحراره بتاعه الميه النقيه من 4 ل 8. بص بص بص، انا بعمل ايه؟ والله عندنا الاربعه، زودت عن الاربعه يبقى الكثافه قلت. يبقى الكثافه ايه؟ قلت. تعال حجم والكثافه، الكثافه والله اللي هي التانيه قلت، يبقى الكثافه بتقل. طالما الكثافه قلت يا ابني الحجم هيحصل له ايه؟ هيزيد. يزيد. جدعه. يبقى الحجم هيزيد والكثافه هتقل. يزيد ويقل يزيد ويقل، يزداد ويقل. جيم. طيب نيجي نبص على السؤال رقم 27. طالما انا بتكلم على علوم متكامله انا مطمن عليك. بص على اللي بعد. الشكل المقابل يمثل تغير كثافه الماء النقي مع درجه الحراره. عندي هنا بص اهو. بص والله 4 لما تزود الحراره بتقل كثافه، لما تقلل الحراره بتقل كثافه. فإن نسبه الحجم 1 جرام عند T1 الى 1 جرام عند T2. بص بص بص، T1 وT2 والله بص يا ابني، بص قبلت الكثافه من هنا للكثافه من هنا، يعني الكثافه دي زي الكثافه دي، يعني هي ما اتغيرش فيها اي حاجه. من على اليمين زي من على الشمال، عمه زي ابو عمه، يبقى عندي مساويه ليها. اهي بص الكثافه هنا عند النقطه دي زي عند النقطه اللي قصادها الناحيه الثانيه. طيب الرسم البياني المقابل يمثل علاقه بين كثافه الميه النقيه ودرجه الحراره T في اي من النقطتين A و B. عندنا المنطقتين A و B عندي هنا تمثل شذوذ المية عن باقي السوائل عند تبريده. ولماذا؟ تعال. هي المية بتشذ في أنهي منطقة؟ المية بتشذ انت حضرتك لما بتزود الحرارة في العادي، لما بتزود الحرارة في العادي ايه اللي بيحصل للكثافة؟ قال له والله بتبدأ حضرتك يزداد الحجم فتقل الكثافة، يبقى هنا زي الباقي. انما المية بتختلف امتى؟ لما تيجي تجمدها هتلاقي الحجم بيزيد برضه. يبقى بتختلف عندي هنا في ايه؟ لما تيجي تجمدها هتلاقي ان الحجم بيزيد. يبقى في المنطقه ايه؟ لان الميه يتمدد خلالها.
ويزيد الحجم فبتقل الكثافه. المنطقه ايه الميه بينكمش؟ لا والله. المنطقه بي الميه بيتمدد خلالها. والله الميه ما بتتمددش. عندي هنا في ماشي ينكمش خلالها، يبقى ديت غلط. طيب نيجي نبص معايا السؤال رقم 29 اللي قدامنا هنا يا شباب. وفي السؤال رقم 29 يمثل علاقة ما بين الكثافة بتاعت المية ودرجة الحرارة T. باشا لما بتزود الحرارة أو لما بتقلل الحرارة قلت الكثافة. بص تعالى شوف على تدريج السيليزيوس بدراسة الشكلين فإن كثافة الجليد عند صفر شباب الصوت فإن كثافة الجليد عند صفر. استنى بقى كده، ده عندنا كان -4 ويتحول لصفر. والله عندي هنا لما تيجي تبص كثافة الجليد عند صفر عندي هنا، يا ترى هي ديت ميه سائلة، الماء السائل أو السائل ده الجليد أو الجليد عند صفر. بص على الكثافة عنده 917. الميه السائل والله هتلاقيها 999.8. يعني الجليد كثافته أقل من الميه العادية يعني والله تبقى اقل، مش بتساوي حتى، هي اقل والله يا معلم، هي اقل من كثافه الميه عند صفر. عرفتها ازاي يعني يا دكتور؟ يا ابني مش معلومه في المنهج، اهي في الرسمه اللي قدامها اهي، هنا 917 هنا 999، يبقى بالتالي هي اقل. ده الجليد وده الميه العاديه. عرفت ازاي ان هي ميه عاديه؟ يا ابني ميه عاديه كانت 4. تمام كده كده كثافه الجليد بتكون اقل من كثافه الميه. اعيد ايه؟ مسألة تاني. انهي مساله؟ 29. حجاه رقم 29. بص كده الاول ده ميه سائل. بص على الكثافه عنده كده، بص على الكثافه اهو. الكثافه لقيتها كام؟ 999. طب بص على الجليد كده، الجليد كده والله عند بصي اهي هنا لقيته كام؟ 917. مين اللي علاه؟ اكيد يعني كثافه الجليد دلوقتي هتكون ايه؟ اقل والله. ماشي بس. قال لي كميه من الماء النقي حجمها 20 سنتيمتر مكعب عند درجه الحراره فإن كتلتها. بص يا ابني، عند درجة حرارة 4 سيليزيوس بتكون 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. يعني أنا والله عايزها تبقى زيها، تبقى 20 عشان 20 على 20 تبقى 1. يبقى أنا عايزها تبقى زيها كام؟ 20 عشان 20 على 20 تبقى 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب إذا كان حجم 1 كيلو جرام من الماء النقي عند درجة حرارة 4 هو V1، وحجم 1 جرام من الماء النقي عند درجة حرارة 2 هو في 2. صلى على رسول الله. أنا بتكلم بقى دلوقتي على حاجة معلم. أدي ده عندي هنا عند 4 مئوية وعند 2 مئوية. عند 2 مئوية هنا إيه اللي بيحصل للكثافة؟ الكثافة بتقل، كثافة أقل، الحجم أعلى. يبقى أنا عندي دلوقتي عندي في واحد أهي. بص دي في واحد أهي، ودي حضرتك في 2. هو بيقسم مين على مين؟ قال لي في واحد على في 2. في واحد اهي اللي كان عندها كثافة أعلى بس الحجم أقل، يبقى الحجم هنا أقل. رقم 2 عندي كثافة أقل بس الحجم أعلى، الحجم أعلى، يبقى أقل على أعلى، يبقى والله تبقى أقل من الواحد الصحيح. بيشغل دماغك، عايزك تشغل دماغك بس وخلاص. حد عنده أسئلة في اللي فات؟ حد عنده أسئلة في اللي فات؟ حد عنده أسئلة في اللي فات؟ حد عنده أسئلة في اللي 27. تعالى يا باشا 27. بيقول لي في الشكل المقابل. بص يا حبيب قلبي، تعالى كده هنا الكثافة بتاعتها اهي، ده عالية اهي. الكثافة عند النقطة دي هنا والكثافة عند النقطة دي هي نفس المكان، يبقى زي بعض، بيساووا بعض. تمام؟ حد عنده أسئلة تاني؟ رقم 11. يا لهوي، انت لسه في 11؟ ده احنا عدينا بساعة يا بنتي، حرام عليك. بص يا حاج،
نفس الكتله، هنا حجم اقل. اللي حجم اقل يبقى عنده كثافه ايه؟ اعلى. اللي عنده هنا كتله اعلى، اللي عنده هنا حجم اعلى يبقى كثافه ايه؟ كثافه اقل. هنا والله بصي، حجم اقل كثافه اعلى، حجم عالي كثافه اقل. انا جاب لي مين على مين؟ قال لي والله فان الكثافه النسبيه للسائل، يعني الكثافه الاقل على الكثافه الاعلى، والله هتبقى اقل. حد عنده اسئله قبل ما ننقل على اللي بعده؟ طيب هنقل على اللي بعده. بيقول لي كميه من الميه النقيه كتلتها 100 جرام عند درجه الحراره 4 مئويه، فان حجمها، والله العظيم حجمها بص بيساوي الكتله بتاعتها او الكثافه بتاعتها 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. ايه الحاجه اللي اقسمها عليها عشان تبقى 1 جرام؟ 100 على 100، يبقى انا 100 على 100. طب عند 20، بص معايا كده، ادي والله 4 لما اوصل ل 20 الكثافه بتقل. يبقى انا والله عايز الكتله اهي، عايز الحجم يبقى اعلى عشان الكثافه تبقى اقل من الواحد. طب ايه الحاجه اللي هخليها؟ يبقى اقسم على حاجه كبيره، هقسم على الاكبر من 100 اهو يا دكتور. تمام يا شباب، يبقى انا جيت قسمت على مين؟ على حاجه اكبر من 100. عند اي درجات الحراره الاتيه للمتر المكعب في الماء النقي اكبر كتله؟ بص يا معلم، لما يجي يتكلم بقى دلوقتي على اكبر كتله، يعني معنى كده ان انا عندي الكثافه اكبر كثافه. بيقول لي للمتر المكعب بيكون اكبر كتله، يبقى قصد بيها اكبر كثافه. اكبر كثافه عند كام؟ 4 مئويه. للكيلو جرام الواحد النقي اكبر حجم. بص هو عايز بقى الاكبر حجم، خلي بالك للمتر المكعب. بص المتر المكعب اكبر كتله، يعني بتكلم عندي كتله على حجم، بيتكلم هنا على كثافه. انما هنا بيتكلم بقى دلوقتي عايز اكبر حجم. اكبر حجم يعني اقل كثافه. اكبر حجم يعني اقل ايه؟ كثافه. مين في دول اقل كثافه؟ كل ما تزود الحراره، كل ما الكثافه بتقل، كل ما يزيد الحجم. فين يا معلم؟ اللي هي تبقى 80. واضح الكلام؟ تمام ولا في صعوبه؟ تمام يا مستر. خلي بالك، اقسم بالله الحاجات دي مش هتعرفها لوحدك لو انت بتحل. الحاجات دي لازم حد يفسرها لك، لازم ابدا اكون معاك وافسرها لك زي ما انت حضرتك شايف. انا متهيألي دلوقتي معلش انت حسيت ان اللي انت خدته في الدرس حاجه، وان دماغك دلوقتي بقت اكبر بكتير بعد ما انت حليت الكلام ده كله. تعال نشوف اللي بعده. قال لي والله كميه من ماء نقي درجه حرارته 2 درجه مئويه، اي التغيرات الاتيه لدرجه حرارتها تسبب في نقص كثافها بمقدار اكبر. بص نقص الكثافه. قال لي والله عند 2 درجه مئويه، 2 اهو، لما اجي ارفعها ل 3 والله الكثافه بتزيد. يبقى من 2 حطيتها ل 3 يعني قربت من 4، يعني الكثافه زادت. يعني رفع بمقدار واحد ده غلط. هو انا عايز اقلل الكثافه، خفض بمقدار واحد والله قلل الكثافه، ماشي. رفع بمقدار 2 ده انا خليتها عند 4 على كثافه مع السلامه. خفض بمقدار 2 يعني خليتها عند 0، يعني فعلا دي اقل كثافه فيه. طيب في الشكل المقابل اللي قدامنا ده يا ولاد، دي علاقه ما بين الحجم عند هنا والميه النقيه. حلو. كتلتها 20 جرام، فإن قيمة التي 1 التي 0 عندي هنا. بص صلى على رسول الله. هنا يا ابني عندي هنا الحجم، ماشي. العلاقة بين الحجم، فاكر لما جينا عكسنا العلاقة؟ أيوه، خلينا هنا الحجم زي ما أنت حضرتك شايف. يبقى أنا عندي هنا الكثافة كام يا دكتورة؟ قال لي والله 4، قصدي درجة الحرارة كام عندك دلوقتي هنا تحت؟ قلت له والله 4. طيب قيمة الفوليوم يعني إيه؟ قال لي بص الكتلة 20. قال لي هو عايز الحجم كام؟ عشان تبقى 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، يعني لازم يكونوا بيساووا بعض. 20 على 20 يا دكتور، 20 على 20. متهيألي الموضوع بقى دماغك بدأت تتفتح أكتر. الله، ده رابط هيدروجينية ورابط تساهمية يا دكتورة. قلت له يلا بينا. يوضح جزيئات مية، فإن الرابط المتسببة للسلوك الشاذ لكثافة المية. باشا رابط هيدروجينية، الرابط الضعيفة
الرابط سهلة الكسر فين يا معلم؟ قال لي بص 1 رابطة تساهمية مش معايا، 3 رابطة تساهمية مش معايا، 2 رابطة هيدروجينية، و4 رابطة هيدروجينية، ف2 و4 الرابط الهيدروجينية الرابط الضعيف وسهلة الكسر. الشكل المقابل يوضح هيدرومتر. موضوع في ماء نقي ومتزن تم إضافة ملح للمية. لما أحط ملح للمية، فاكر أنا جيت حطيت ملح للمية في النص، لما جيت حطيت عندي هنا دلوقتي ملح، الكثافة زادت، يبقى أنا عندي هنا الكثافة زادت الكثافة. ماذا يحدث للهيدرومتر؟ هينزل لتحت. بص والله عندي هنا بص هيبقى لتحت أكتر عندي هنا، ينغمر منه جزء أكبر في المية. ولا والله مش هينغمر جزء أكبر في المية، يعني بص القراية هتبقى تحت، القراية عندي هنا تبقى تحت. كان إيه اللي يخلي القراية تبقى تحت؟ إن الهيدرومتر يطلع لفوق، يعني أكنك شدته لفوق، تمام؟ فحضرتك القراية نزلت لتحت. تخيلها كده، بص تخيلها، عارف إنك ما أنتش متخيل. أنا عايز أخلي ده القراية يبقى عند سطح المية، عشان القرايه دي تبقى عند سطح الميه تبقى لما تحت اكتر، يبقى الهيدرومتر انا جيت طلعته لفوق، تمام؟ يبقى عندي ينغمر منه جزء اكبر، قلت له لا يطفو منه جزء اكبر. حد مش فاهم الجزئيه دي؟ حد مش فاهم اللي انا قلتها دي؟ انا عايز القرايه تبقى عند سطح الميه، فعشان اخلي القرايه عند سطح الميه يطلع لفوق، يعني معنى كده ان الزئبق ينزل لتحت. فاهمينها ولا ايه الدنيا؟ حد مش مجمعها؟ معلش ايه؟ معلش يا مستر، ممكن تاني عشان ما فهمتهاش. صلى على النبي. بقول لك ايه، انا لو عندي 2 هيدرومتر اهو، هجيب هيدرومتر تاني اهو جنبه، ماشي؟ وهخلي بصي، او تعالى نطلعه لفوق شويه. جبت هيدرومتر عندي هنا جنبه اهو، وجيت رقمت كده. ده حضرتك هنا بصي، مين اللي اقرب للميه عنده اقرب؟ اللي انا رسمه صح؟ يعني هنا اعلى كثافه اللي انا رسمه. طب انا عملت ايه عشان يبقى اعلى كثافه؟ هل نزلته لتحت يا دكتوره ولا طلعته لفوق؟ لا والله طلعت الجهاز لفوق، يبقى انت خليت عندي هنا يطفو منه جزء اكبر، تمام؟ إناء به ماء نقي عند درجة حرارة 4 مئوية. ماذا يحدث لكثافة المية بالإناء؟ عند إضافة كمية مماثلة من المياه النقية. ضفت مية نقية، هو أنا غيرت حاجة يا ابني؟ أنا بص ضفت كمية مماثلة من المياه النقية، بس استنى، بس لو جه حطها عند 4 مئوية لا تتغير، إنما أنت حطها لك بص عند 10 مئوية، يا لهوي، يبقى هتتغير. عمال بيضحك عليا. بص بقى يا ابني صلى على رسول الله، يعني عند 4 وعند 10 ايه اللي بيحصل للكثافة؟ قلت الكثافة. يعني ايه اللي هيحصل للكثافة عندي هنا دلوقتي؟ قل الكثافة اهو، عشان قللت حرارة، عشان زودت حرارة. لما تيجي تدوب ملح طعام فيه، لما تيجي تدوب ملح فيه يا معلم، ايه اللي يحصل للكثافة؟ تزيد الكثافة، يبقى انت عندك تزيد الكثافة. اي العوامل لا يؤثر بشكل مباشر على التيارات المائية في المحيط. بص التيارات المائية، لما احنا جينا اتكلمنا على التيارات المائية، قلت له والله اختلاف الملوحة بتأثر، اختلاف الحرارة بتأثر، اختلاف ضغط الماء بيأثر، انما انواع الكائنات الحية ما قلناش بيأثر. ده اخر سطر او اخر اتكلمنا معلم، اتكلمنا معلم لما انا جيت رسمت لك عندي هنا تيارات طالعة وتيارات نازلة في اخر سطر في الكتاب. افتح كده الكتاب معاك، المذكرة اللي معاك كده، تلاقي فيه عند مناطق الاستواء طالع ونازل، تمام؟ وفي 3 جمل، تمام؟ تلاقي طلع في اختلاف. ده بيحصل بسبب ايه؟ تغير الملوحة، اختلاف درجة الحرارة، تغير الضغط. ما قلتلكش اختلاف كائنات حية، قلت لك ده بيحصل ليه؟ عشان يوزع حضرتك السمك عشان يوزع السمك، وعشان يبدأ يوزع برضه اللي هو المغذيات اللي موجودة في المحيطات والبحار. لما انا قلت لك الكلام ده كله كويس. ايوه قلنا الحصه اللي فاتت. ايوه انا عارف. انا مش تايه يعني على اللي انا قلته. نبص معايا السؤال اللي قدامنا ده، الشكل المقابل جبل جليدي. الله يا جبل، تعالى يا جبل ما يهزك ريح، ينصهر في إحدى المحيطات.
عند أي المواضع إكس واي زد بالشكل تكون كثافة المية أكبر ما يمكن. بص، لما تنزل لتحت الكثافة بتزيد، فاكر؟ أيوة يا دكتور والله قلت لي لما تنزل لتحت الكثافة بتزيد. يعني الكثافة هتزيد عند مين؟ عند إيه؟ عند زد هنا أهو. يبقى الكثافة هتكون أعلى عند زد أهو. عند أي المواضع تكون المياه لها كثافة أعلى؟ عندما تكون جميعها عند 4 مئوية. بص، لما تنزل لتحت الضغط يزيد، كثافة تزيد. في الأعماق السحيقة في المحيط، أيوه. سطح البحر، عند سطح البحر الكثافة ما تتغيرش. سطح بحيرة عذبة، والله في المياه السطحية الكثافة ما تتغيرش. قاع نهر متجمد، بص 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 بص، قاع نهر متجمد. لما تيجي تتكلم على قاع نهر متجمد حبيبي، هو أنا بتكلم قاع نهر متجمد كثافة عند 4. انا هنا بزود يا معلم، بزود. يعني زودت ضغط هنا، زودت ضغط في الاعماق السحيقه، فلما تزود ضغط تزود كثافه. تعال نبص على اللي بعدها. بحيره مالحه. اللي فاتح المايك يقفله بعد اذنك. بحيره مالحه مغلقه، يقل مستوى الميه فيها مع مرور الوقت بسبب بخر الميه، فإن كثافة البحيرة. الله على السؤال، بص معايا باشا. ايه اللي بيجي يحصل؟ انا عايز اتكلم على الكثافه والله. ايه اللي بيجي يحصل يا معلم؟ قال لي والله بيجي يتبخر ميه، بس قال لي بحيره مالحه، يعني بتبخر ميه. لما يتبخر ميه يزيد الملح. معنى انا زودت ملح يبقى عملت ايه للكثافات؟ زودت كثافه يا دكتوره، يبقى تزداد الكثافه. معنى ان انا بص عملت دلوقتي، بص عملت ايه؟ قال لي بحيره مالحه مغلقه. انا جيت عملت ايه يا دكتوره؟ انا جيت بخرت ميه، يعني زودت ملح، يعني زودت كثافه. تعال نشوف السؤال اللي بعده، وده اخر سؤال معانا. في حاجة كمان. بص، نعم. مش هو لما برضه البقر الحجم بيقل، ماليش دعوه بالحجم، فلما الحجم يقل ماليش دعوه بالحجم، ما انا الكثافة هتزيد. ما الكثافه قلت برضه. ما قصدي مش الكثافه، انا قصدي الكتله قلت برضه. ما الكتله قلت والحجم قل، الاثنين قلوا. اللي بيخلي الكثافه تزيد مش الحجم، اللي بيخلي الكثافه تزيد هو حضرتك كميه الملح اللي بقى موجود فيها اعلى. تمام. عند دخول مياه الانهار الجليديه المنصهره الى مياه المحيط، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طيب حضرتك دلوقتي لما تيجي تبص معايا كده، هل هم هيمتزجوا؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كثافة ده غير كثافة ده، بالتالي مش هيمتزجوا. رقم مين؟ يبقى مش هيمتزجوا، والله العظيم يا ابني. لا يمتزجان، لا يمتزجان، لا يمتزجان. مين اللي فوق؟ قال له والله الميه العذبه كثافتها عندي هنا ايه يا دكتور؟ قلت له الميه العذبه دي كثافتها اقل، فهي هتطفو فوق المياه المالحه. تمام. يبقى الميه العذبه هتطفو فوق المياه المالحه. حد واقف معاه اسئله في اللي انا قلته؟ دكتور معلش، ممكن سؤال 31 و 32؟ عيوني يا دكتوره، تعالي يا حاج. خش معايا كده، خش معايا. 30 قال لي كميه من الميه النقيه حجمها 20. 31 تعال. عندنا 1 كيلو جرام من ميه عند درجه حراره 4. لما اجي اقول عندي هنا بص عند درجه حراره 2، فإن النسبه بين في 1 لفي 2. بص صلى على رسول الله. عند درجه حراره 2 الحجم اعلى ولا اقل؟ الكثافه اقل، يعني الحجم اعلى. حجم اعلى، يعني هنا الحجم اقل حجم. تعال يلا، الفي 1 اللي هو حجم اقل على الفي 2 اللي هو الحجم الاعلى، يبقى انت حضرتك دلوقتي هتبقى اقل. اللي بعدها كميه الميه اللي كتلتها، الماء النقيه كتلتها 100 جرام، فان حجمها 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب عند درجه 4 مئويه، يبقى 100 على 100 بواحد. طب عند 20، عند 20 عايزها تبقى اقل من الواحد، فهقسمها على حاجه اكتر من 100. بس كده. حد واقف مع اسئله تاني؟
رقم ايه؟ 5. اصوت ولا اشد في شعري يا ولية انت؟ تيجي بعد ما خلصنا تقولي لي 5؟ انا ربنا يدخلني الجنة بسببك يا ولاد والله. قال لي سائل صب سائل وزودت سائل، بس هو نفس السائل والله، نفس السائل والله، نفس السائل. يبقى مش هتغير الكثافة، يبقى هتبقى نفس الرو، يعني نفس الكثافة. رقم 28. انتوا جايين تحققوا احلامكم دلوقتي؟ ما انا من ساعتها بقول. حاجة لما جيت قلت عندي هنا المية لما تزود الحرارة بيقل الكثافة، يعني بيزيد الحجم. ده في الطبيعي، ده في الطبيعي. اللي مش طبيعي ان المية لما جيت جمدته لقيت حجمه زاد. اللي هو زي ايه؟ بيتمدد عندي هنا بس. 27. يا ابني ما انا قلت مرتين 27. والله طب نفس تاني. الكثافة هنا يا معلم، هي نفس الكثافة هنا اهي، بس عند نفس الخط فهي نفس الكثافة. تعرف لو رسمت لك خط تحت هنا برضه نفس الكثافة، على اليمين زي على الشمال. ها، حد عنده أسئلة تانية قبل ما أقفل؟ دكتور ممكن تلات 25. يا ولاد اللي عنده أسئلة بقى، اللي عنده أسئلة فردية كده يبعتها، ياخدها سكرين ويبعتها لدكتورة بوسينة، وهي إن شاء الله هتجاوب معاكم. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من اللايف، مستني رأيكم إن شاء الله، كله يبعت لي إن شاء الله رأيه. وباذن الله يعني مش هنوقف لايفات، هنعمل مع بعض لايفات باذن الله على طول، نبدا نحل فيها اسئله علشان اطمن عليكم دايما دايما دايما. يا اما هعمل لك لايفات، يا اما هزود لك حصص ان شاء الله برضو في السنتر اول باول على طول، عشان اطمن وابقى عارف دايما ان الرجاله بتوعي بجد فاهمين الماده دي كويس وعارفينها وهيفهموها. هم يقولوا للتحدي انت ما انتش قد. توفيق يا شباب، ويا رب اشوفكم دايما على خير، ويا رب تكونوا استفدتوا من اللايف، وان الدنيا بقت احسن بعد ما جينا حلينا الاسئله. بالتوفيق يا شباب.